في واحد بيحكي ويقول: كنت في زيارة عند عمي في العيد، وبيتهم كبير وعدد الأوض كتير، وأنا مش من النوع اللي بيروح لهم كتير فمش حافظ المكان. المهم قعدنا ناكل ونتكلم، وبعدين حسيت إني عايز أدخل الحمام. سألت ابن عمي: فين الحمام؟ قال لي: الدور اللي فوق أول أوضة على إيدك الشمال. طلعت فعلا أول أوضة على الشمال. دخلت بكل ثقة، وأنا بفتح الباب لقيت نور هافت وشخص قاعد على الأرض قدام المراية. حسيت بحاجة غريبة، وبعدين الصوت جه بهدوء بيقول: اقفل الباب وراك. اتجمدت في مكاني وبصيت كويس، لقيت بنت عمي قاعدة قدام المراية، عاملة ماسك أخضر على وشها، ولابسة بيجامة مقطعة، وشعرها منفوش، وشكلها مرعب بجد. صرخت صرخة صحيت نص الشارع، وهي اتفزعت وقالت لي: انت بتتجسس عليا؟ قلت لها: انا داخل الحمام والله، ابنك قصدي اخوك قال لي اول اوضة. من وقتها وهي ما بتطقنيش، وكل لما تتكلم معايا تقول لي: ها داخل الحمام؟ لو حصل معاك الموقف ده هتعتذر ولا هتطلب تعويض نفسي؟ في واحدة بتحكي وتقول: كنت بكلم واحد بقالنا كام شهر، كل الكلام عادي جدا ومحترم، بس بدأ يرمي كلام كده على إنه ناوي يتقدم لي. أنا وقتها ما كنتش مخططة للجواز خالص، بس حسيت إنه جد وشخصيته عجباني، فقلت أدي الموضوع فرصة. بعد كام يوم كلمني وقال لي إنه جاي يتقدم رسمي. اتوترت جدا، بس وافقت، وفعلا جه هو ووالدته وقعدنا الرؤية الشرعية والكلام كله تمام. بعد ما مشيوا، والدتي دخلت عليا بتضحك وقالت لي: هو ده اللي كنتي بتكلميه بقالك شهور؟ قلت لها: أيوة، ليه؟ قالت لي: ده اسمه أحمد مش كده؟ قلت لها: آه. قالت لي: طب واللي انتي بتكلميه اسمه محمود؟ أنا ساعتها وشي قلب أبيض وقلبي وقع، وفضلت أعيد في الرسايل والمكالمات، واكتشفت إن الرقم اللي كنت بكلمه مش رقم العريس أصلا. البنت حرفيا كانت بتتكلم مع محمود واتخطبت لأحمد. فضلت يومين مش عارفة أتصرف، بس قلت مش مهم، أحمد محترم وارتحت له، يبقى ده الخير. بس محمود اللي كنت بكلمه بعت لي بعدها رسالة بيقول لي: مبروك يا عروسة، كنت بتتدربي عليا ولا إيه؟ لو كنت مكاني كنت هتقول لمين آسف؟ لمحمود ولا لأحمد ولا لنفسك؟ في واحدة بتحكي ويقول: كنت صاحية من النوم على صوت بطني بتزعقلي، جوع مش طبيعي، فقلت أطلب أكل ديليفري وأريح دماغي، وفعلا طلبت وقعدت أستنى وأنا لابسة أي حاجة وقاعدة بهيئة الكائن الزومبي اللي بيطلع في أول الفيلم. بعد حوالي نص ساعة جرس الباب رن، قمت بسرعة وفتحت، لقيت الولد بتاع الدليفري واقف، وشه متجمد كأن شاف حاجة فوق طاقته. اداني كيس وهو بيقول: دي الطلبية يا مدام، بس حضرتك انت كنت في الشارع من شوية؟ قلت له: شارع ايه؟ انا نايمة من العصر وما قمتش غير على جرسك. رد وهو مرعوب: انا شفت واحدة شبهك بالظبط ماشية في الشارع لابسة نفس اللبس، نفس كل حاجة، بس كأنت بتبصلي وما بتتكلمش. انا اتجمدت، فضلت واقفة بالكيس في ايدي ومش عارفة اقول ايه، وهو خد بعضه ومشي بسرعة كأنه بيهرب من لعنة. قعدت ساعتها افكر: أنا فعلا منزلتش ومفيش غيري في الشقة، طب مين اللي شافها وشبهتي للدرجة دي؟ أنت لو مكانه كنت هتفتكر إن في شبح ولا ليك تفسير تاني؟ في واحد بيحكي ويقول: كنت رايح أشتري حاجات من السوبر ماركت والجو حر نار، وأنا نازل مستعجل ونسيت ألبس شبشب عادي. لبست الشبشب المخرم بتاع أخويا الصغير اللي صباع رجلك يهرب منه عادي جدا. وأنا ماشي في الشارع فجأة الشبشب اتشق نصين حرفيا، وبقيت واقف برجلي على الأرض السخنة كأني بتعذب. حاولت أرجع الشبشب بإيدي، بس واحد عدى جنبي وقال لي: مش هينفع كده، اربطه بحاجة. بالفعل طلعت كيس بلاستيك من شنطتي وربطته بيه، وبقيت ماشي بشبشب نصه كيس. وأنا معدي عند البنزينة لقيت عربية فيها بنتين بيبصوا عليا وبيضحكوا. واحدة فيهم قالت: يا ماما، هو ده الترند الجديد؟ كيس بلاستيك على الرجل؟ أنا ابتسمت عشان أعدي الموقف، لكن قلبي بيتكسر من جوه، مش من الضحك، من البلاستيك اللي قطع صباعي. رجعت البيت، أول حاجة عملتها قطعت الشبشب ده نصين تاني وقلت لأخويا: خلي ترندك ينفعك. لو كنت مكاني هتكمل مشي عادي ولا هتشتري شبشب جديد فوري؟ في واحد بيحكي ويقول: كنت راكب مع صاحب العربية رايحين نقابل ناس من الشغل، وكنت ملبسه طقم محترم
وقايل له بصوت كله فخر: أنا النهاردة طالع كأني رايح أخطب، الناس دي محترمة ومهمة وشكلهم بيقيموا اللبس. بصلي وقال لي: ولا يهمك يا برنس، وانت قدها. وصلنا وخرجت من العربية بكل ثقة، ماشي زي العريس اللي نازل من عربية الزفة. وفجأة صاحبي شدني من إيدي وقال لي: استنى يا جدع، البنطلون ورا يبقى اتقطع. بصيت لورا لقيت فعلا البنطلون متفتح فتحة كأن في حد لعب فيه بسكينة. وأنا واقف كده قدام الباب والناس جوه باصين، وصاحبي عمال يضحك وهو بيقول: والله لو دخلت كده هتبقى أجمد تقديم شخصي في التاريخ. رجعت العربية وأنا بمشي بجنبي زي السلطعون، وبدل ما نتكلم عن الشغل قضينا اليوم بندور على بنطلون بديل وأنا قاعد ورا بالجاكيت مربوط حوالين وسطي. لو حصل لك كده كنت هتكمل المقابلة ولا تزوغ؟ في واحد بيحكي ويقول: كنت بكلم بنت على الفيس من فترة، شياكة وذوق وأسلوبها نظيف، وبترد ردود تخليك تحترمها من أول كلمة. فضلت فترة مقتنع إن دي واحدة من الناس اللي لسه محافظين على شوية قيم في الدنيا دي، وقلت لنفسي ليه لأ، يمكن تكون هي. دخلت على البروفايل بتاعها، مفيش صور غير صورة وردة، والبايو مكتوب فيه: مش فاضية لقلة الأدب. أنا من ساعتها وقفت عند الجملة دي وقلت لنفسي: تمام، البنت دي حدودها واضحة ودي حاجة تحترم. وبعد كذا يوم وأنا ماشي في الشارع شفتها بالصدفة. أيوة هي، نفس الاسم ونفس الكلام اللي كانت بتقوله عن المكان اللي ساكنة فيه. لقيتها واقفة بتضحك بصوت عالي مع واحد وماسكة سيجارة ولابسة لبس ما يتقالش عليه غير مفاجأة في نص اليوم. استغربت، مش عشان بتضحك ولا بتمشي مع حد، أنا استغربت من الفرق بين اللي كانت بتكتبه واللي كانت بتعيشه. رجعت بيتي ساعتها، فتحت الفيس، دخلت على شاتنا وكتبت لها: انت مش فاضية لقلة الأدب؟ ولا هو البايو بس اللي مهدب؟ وساعتها عملت لي بلوك. وأنا ما كنتش زعلان، أنا كنت حزين على فكرة الوهم اللي كنت فاكره حقيقة. انت شايف البايو بيعبر عن الشخص ولا كله شو؟ في واحد بيحكي ويقول: كنت ساكن لوحدي في شقة صغيرة كده على قدي، والدنيا ماشية لحد ما اتعرفت على واحدة زميلة في الشغل، حبينا بعض وقررنا نتجوز. بعد الجواز بقت هي الست والراجل والكنبة والسجادة في البيت، مسيطرة على كل تفصيلة، وكنت مبسوط لأني بحب أبقى مريح دماغي ومش بحب أخد قرارات كتير. المهم، في يوم حصل خلاف بسيط بينا وخرجت من البيت أروح عند أمي شوية. رجعت بالليل لقيت الباب مقفول بمفتاح تاني. جربت مفتاحي مش شغال، كلمتها مردتش، كلمت صاحبتها قالت لي هي قالت إنها غيرت الكالون وبتقولك ما ترجعش غير لما تعتذر. أنا واقف في نص الليل قدام باب شقتي اللي بدفع إيجارها ومش عارف أدخل بيتي، ولقيت نفسي بكلم البواب وبقوله: هو ينفع الواحد يكون متجوز وبرضه معهوش مفتاح بيته؟ البواب قال لي: يا بيه، المفتاح مش في جيبك، المفتاح في كرامتك. لو كنت مكاني كنت هتدق على الباب ولا هتدق على كرامتك؟